استعمليها كمشروع مربح من بيتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي البنات. اليوم راح نشارك معكم الوصفة تاع لي تارتولات، وصفة جديدة من قناتي، أقوى وصفة لمشروع منزلي لي تارتولات بعجينة أكثر من رائعة وكريمة والأروع. صدقوني هذه الوصفة تاع اليوم بزاف مهمة، بمقادير مضبوطة، جبتها لكم بالكاس والميزان وبملاحظات مهمة وأسرار الخبازين والمحلات. رايحين تلقاو فيها ثمن البيع، أفكار مبسطة وشرح ممل من الألف إلى الياء. جبتها لكم 3 أنواع و3 نكهات بدون كريمة الباتيسير ولا كريمة الحلواني. الكريمة تاع اليوم يا البنات أكثر من رائعة، قوة في البنة، جاو بزاف بنان ما شاء الله في الطعم، والعجينة تتفتت ومعاها شوية قرمشة. صدقوني الفيديو تاع اليوم البنات جا أكثر من رائع. أنا بغيت نشارك معكم هذه الوصفات وهذه الأنواع الثلاثة بجميع أسرارها. إن شاء الله ديروا هذه الوصفة تاع اليوم وتنجحوا فيها. ولا عجبكم الفيديو تاع اليوم البنات ما تنساونيش بالجيم والكومنتير والاشتراك وتعليق صغير باه تكبر القناة تاعنا، وهذا فضلا منكم حبيباتي وليس أمرا. نبداو على بركة الله ونحضروا هذو لي تارتولات 3 بجميع انواع تاعهم والاسرار تاعهم، ونقول لكم واش راح ندير فيهم. راح نعطيها لكم بالكاس والميزان. هنا في ريسيبيون رفدت انا 200 غرام تاع زبده طريه بحراره المطبخ، ضفت لهم شويه فاني، وراح نزيد لهم 70 غرام تاع سكر رطب، ما يعادل 2 مغارف تاع كبار تاع اكل بومبي. راح نضيف لهنا 3 معالق زيت تاع اكل. نعاود 200 غرام زبده بحراره المطبخ، 70 غرام سكر رطب، 3 مغارف زيت، وقصه ملح، وشويه فاني. الفاني استعملوا 3 مغارف صغار تاع قهوه، وعندي بيضه كامله وصفار بيضه. صدقوني يا البنات العجينه تاع اليوم اكثر من رائعه. هنا حاولت نفصل الصفار عن البياض خليته والصفار ضفته. هنا نحاول نلم الخليط تاعي بيدي، وما كانش يخدموه بالباتور البنات ولا البراميكسور، ومن الافضل خدموه بالباتور باه الزيت والزبده يتمزجوا مليح. وقد ما كانت الكريمه مخدومه مليح قد ما العجينه تاعكم تجيكم شابه. هنا حاولت نلمها بيدي وليت حاولتها بالبراميكسور. هنا راح نضيف 2 مغارف تاع كبار تاع اكل تاع فلون فاني باه يعطينا بنه للعجينه تاعنا. هنايا من بعد ما لميت الخليط تاعي رايحه نضيف لهنا 500 غرام تاع فرينه. هنا القاعده واش تقول البنات، هنا القاعده تقول باللي 200 غرام تاع زبده بحراره المطبخ تعادل 400 غرام تاع فرينه. انا زدت 100 غرام تاع فرينه حق الزيت اللي زدته 3 مغارف تاع زيت باه العجينه تاعي ما تجيش تفتت معانا. يعني هنا عندي 200 غرام تاع زبده ب 500 غرام تاع فرينه، وصدقوني العجينه جات اكثر من رائعه. هنا لميت العجينه تاعي كما راكم تشوفون لهنا، قسمتها على 3 كرات. انا عندي هنايا الليمون تاعي هذو تاع لي تارتولات القطر تاعهم 8 سنتيم كما راكم تشوفون لهنا، ويقطعوا لكم يا البنات 8 قطع، كل مول يقطع لكم 8 قطع متوسطين. يعني ليمون تاعي انا ما هم كبار ما هم صغار، ولا بغيتوا ديروهم في لي تارتولات صغار شويه ديروا. انا بغيت نعطيكم في هذو ليمون باه ترفدوا فكره وتتعلموا فيهم، ومن بعد ديروا في لي تارتولات صغار ديروهم كمشروع مربح لقهاوي. حاولوا تحطوا الخدمه تاعكم عند مول القهوه ولا وبيعوا لهم بالحبه. وكاين ثاني من داك يجيكم لي كوموند من داك. انا المهم نعطيكم السر تاع العجينه ونعطيكم السر
تاع الكريمه اللي راح نخدم بها والذوق اللي راح نخدمه في لي تارتولات هذو. المهم البنات انا لهنا حليت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا لهنا، حاولت نديرها شويه ماهيش رقيقه وماهيش متينه، قدر 4 مليمتر، باه العجينه تاعكم كي تحطوها في وسط المول من بعد كي تخطيب ما تكسرش معاكم، ما ترقوهاش، حاولوا ما ترقوهاش البنات. قد ما كانت العجينه تاعكم شويه متينه قد ما لي تارتولات تبعكم يصلحوا لكم ويجوكم شابين. انا حاولت نعدلها على الحواف، عدلوها مليح على الحواف باه من بعد كتدخلوها للفرن ما تنفخش معاكم وما تجيكمش. صدقوني يا البنات انا نديرهم كيما هاك بلا ما ندير فيهم لا حمص لا لوبيا، نخليهم باك يبردوا في الثلاجه قدر ساعه ومن بعد نطيبهم. هنا حاولت نحي الحواف تاعي ببيديه، ومن الافضل نحيوهم بالحلال باه كيما حنا نعتو زاربين نحيوهم بالحلال 5 دقائق تفينيو البلاط تاعكم ولا كيما حنا المول تاع لي تارتولات تاعكم هذا. وتحفوا الحبه باه كي تبيعوا حبتكم من مول القهوه ولا يديها عليكم بسهوله، ومليح الانسان كي يتحف خدمته. هنا قلت لكم البنات انا درت 3 تاع ليمون كل وحده والذوق تاعها. ناخذ فرشيطه ندير الثقوب في العجينه تاعي باه من بعد كي ندخلوها للفرن تتنفس معانا وما تطرطقش وما تجيش منفوخه. هنا كما راكم تشوفوا لهنا وجدت انا 3 تاع الليمون تبعي هذو راكم تشوفوا فيهم لهنا. نحاول نثقبهم كما راكم تشوفوا مليح. زوج الاولين ندخلهم للثلاجه يبردوا حتى ما نطيبوهم، والطارت الثالثه دوك نقول لكم واش راح نخدموا بها. انا هنا راح نخدم منها الكريمه تاع اللوز. هذه لاطارت هذه تاع كريمه اللوز يا البنات راح تجي اكثر من رائعه ومطلوبه وغاليه في السومه، راهي كيما حنا تغدوا تبيعوها للمقاهي بثمن شويه باهظ. المهم انا واش عندي لهنا، عندي 50 غرام تاع زبده بحراره المطبخ، عندي 50 غرام تاع لوز، 50 غرام تاع سكر، وعندي بيضه ووحده سكر فاني. حنا نحاولوا هنا نمزجوا الخليط تاعنا مليح حتى نتحصلوا على كيما حنايا خليط كريمي، ونضيفوا 25 غرام تاع فرينه. صدقوني هذه لاطارت هذه يا البنات تاع اللوز تجي اكثر من رائعه وتجي بزاف بنينه، يعني غير ديروها لولادكم ولا ديروها كمشروع. هنا نحاول دوك نعمر المول تاعنا، نخلطوا مليح الفرينه مع المكونات ونعمروا المول تاعنا، وحاولوا كيما حنا تسويوه مليح باه يجيكم كل نيفو، يجيكم مستوي باه الكريمه كي تدخل الفرن وتتنفخ معنا ما تجيناش بومبي. وسمحوا لي يا البنات لا جا الفيديو بزاف طويل لانني درت لكم 3 وصفات، والوصفات هذو لازم كل وحده نعطيكم شرح مبسط وشرح كيما نقول حنايا مليح باه تفهموني واش راني ندير باه تنجحوا في الوصفات تبعكم. ولا عجبكم الفيديو تاع اليوم البنات ما تنساونيش بالجيم والكومونتير والاشتراك، وهذا فضلا منكم حبيبتي وليس امرا. ونشكركم بزاف من هذا المنبر على البنات اللي راهم يدخلوا لقناتي ويتابعوا فيا، نقول لكم الف شكر. هنا نحاول نعدل هذه التارتولات تاعي هذه ونخبطوا كما راكم تشوفوا لهنا باه الكريمه تاعنا تولي كيما حنا متساويه. هنا عندي لي زاموند ايفيلي راح نزوقها بلي زاموند ايفيلي باه تعطينا منظر لي تارت تاعنا، كيما حنا المنظر تاعها يجينا شباب. وزيد ثاني ذوق في البنه كي ناكلوا حاجه نعرفوا واش رانا ناكلوا نستبنوها. يعني صدقوني يا البنات غير ديروا هذو الوصفات هذو واعتمدوهم كمشروع. هنا نكون حميت الفرن تاعي على 180 درجه، ندخلها طيب على نار مهيله لمده نصف ساعه ولا 25 دقيقه حتى ما طيب من تحت ومن فوق.
كي نكمل نخرجها وكلشي نحاول ندير لها شويه تاع عسل وكونفيتور كما راكم تشوفوا فيها هنا البنات، نشربوها تجي ذوق ومذاق، تجي اكثر من رائعه. ونخليوها تشرب حتى نقولوا حنايا 2 سوايع، من بعد 3 سوايع تبرد وتشرب تماما، عاد بها نقطعوها. هذا هو الشكل الاول للتارتولات تاعنا. دوك راح نخدم معاكم الشكل الثاني ولا النوع الثاني لاطارت تاع الشوكولا. انا راني نعطيكم فيما كيما حنايا كيله صغيره يا البنات باه نتوما تتعلموا، وكي تحاولوا تولي تعرفوا تتعلموا تقدروا ديروها كميه كبيره. انا عندي هنا 50 غرام تاع شوكولا، نص كاس عفوا نص كاس حليب تاع لاتاي تاع حليب، عندي مغرفه صغيره تاع زبده نحطهم فوق النار يذوبوا، نضيف لهم هنايا نصف علبه تاع كريم ديسير، ولا عندك كميه كبيره ضاعفوا الكميه يا البنات. انا هنا عطيت لكم كميه صغيره وانتم حاولوا ديروا كميه كبيره وضاعفوا الكميه. راح ندير هنايا 2 مغارف ولا مغرفه ونص تاع اوبتيلا شوكولا تختيني، استعملي النوع اللي بغيتي. انا ما نقيدكمش كيما حنا النوع اللي عندك تاع الشوكولا تختيني ديريه. حنا نحاولوا هنا نخلطوهم مليح ونعمروا بهم التارتولات تاعنا. هذه هي اول وصفه كيما حنا ثاني وصفه تاع لاطارت تاعي راح نخدمها هنايا كو شوكولا. وصدقوني يا البنات جات روعه، راكم شفتوا في الاول الفيديو كيفاش جا الشكل تاعها. هنا حطوها في الثلاجه من تحت تبرد على كيما حنا كيما حنا تبرد على اقل من مهلها. هنا راح ندير الكاناش واش راح ندير البنات؟ عندي 50 غرام تاع شوكولا، استعملي النوع اللي بغيتي، ذوبيهم فوق الغاز، ضيفي لهم شويه تاع زبده قدر 2 مغارف تاع زبده تاع قهوه، وضيفي لهم مغرفه ولا 2 تاع شوكولا تختيني ثاني النوع اللي بغيتي. انا هنا استعملت اوبتيلا وانتم اللي بغيتو ديروه. حاولوا تخلطوا جيدا المكونات حتى ما يذوبوا معاكم. جيبوا ريسبيون صغير ولا في بول صغيره ولا غرفيه صغيره، ضعوا فيها الخليط وحطوه في الثلاجه يبرد، وغلفوه ببابي الومنيوم ولا عفوا بابي فيلم ولا كما تكون ساشي نقيه ولا باه الشوكولا تاعكم ما ديرلكمش هذيك لاكروت من فوق ولا القشره من فوق. حطوها في الثلاجه قدر ساعه باه تبرد، ومن بعد نوليو ليها. ولا بغيت نخدم معكم الكاناش تاع الشوكولا اكتبوا لي في لي كومونتير البنات، نعطيكم الوصفه تخدموا بها كلش، ميم تخدموا بها كيما حنا لي تخت تاعكم تاع الباتيسري. هنا راح ننتقلوا للوصفه الثالثه والنوع الثالث. انا هنا راح نخدم كريم ماشي كريم باتيسير، الكريم هذه بدون بيض. واش درت البنات؟ درت كاس حليب تاع لاتاي، درت 2 مغارف صغار تاع قهوه نشا وشويه زبده. هنا الزبده هاكم ما شفتوهاش بس انا نقول لكم للمصداقيه. نخلطوا مليح، نديروا كيس تاع فاني، واللي ما عندكمش ديروا 2 مغارف تاع عفلون وحطوها فوق الغاز على نار هاديه. تتحصلوا على هذه الكريمه يا البنات. شوفوا بسم الله ما شاء الله، هي صح الكميه قليله بصح دوك ان شاء الله نضاعفوها. هنا المهم تعود عندنا لاباس. هنا من بعد ما زدت كيما حنا وجدت لذاك الكريمه تاعي، ضفت لها مغرفه صغيره تاع زبده. ديجا راني دايره فيها الزبده من الاول، درت لها المره الاولى مغرفه ودوك راني درت لها مغرفه سما كل 2. حنا نحاولوا نخلطوا مليح باه تذوب معنا الزبده، باه ثاني ما درناش لاكروت لهذه الكريمه هذه، نحطوها في الثلاجه تبرد على راحتها. هنا عندي كريم شانتيي بردت لها الماء في طاوه حتى ولا بارد بزاف. خدمت الكريم شانتيي تاعي بالماء بارد. دوك واش راح نضيفها البنات؟ رايحه نضيف لا كريم اللي خدمتها معاكم قبيلت بالحليب والنشا. هذه صدقوني هنا دوك راح نباتيها بالباتور باه ما تقعدش يابسه وندير ميلونج. جات اكثر من رائعه. هذه بديل كريمه الباتيسير، جات لاطارت الكو تاعها ما شاء الله. هنا نحاول نلم لا كريم تاعي مع الكريم شانتيي
ونضيف لها نصف علبة تاع يايورت بذوق الفراولة ولا ذوق فرامبواز. هذا هو السر باه يعطينا الكول. ها هو كما راكم تشوفوا لهنا درت دانون انايا بطعم الفراولة ولا بذوق الفراولة. هذا هو اللي زاد لي طعم رهيب للكريمه تاعي يا البنات. صدقوني جات لاطارت تاع الفريز اكثر من رائعه، نبنا ما نقولكمش ما شاء الله. هنا راني نخلط فيها بالباتر، تحصلت على كريمه بومبا في البنه، جات ما شاء الله، جات اكثر من رائعه. حاولوا يا البنات ديروا هذو لي تارتولات لولادكم، ديروهم تبغيو تديوهم معكم ضياف، كتبغيو تضيفوا ولا تخدموهم تديوهم في يديكم، جاكم ضيف على غير ثاني يلقاهم في دارك تحطيهم تحمري بهم مع مشروبات. هذو كيما حنا لي تارتولات بارده، هذه سورتو في الصيف دوك من نوفوا ان شاء الله نبغيو ناكلوا غير الحاجه البارده. يعني هذو من بين هذو الوصفات، هذو لي تارتولات يتكلوا باردين نقدموهم مع الجو ولا في الافراح تاعنا. ولادنا بسم الله رايحين يربحوا الباك السيزيام. المهم هنا كيما راكم تشوفوا لهنايا، شوفوا بسم الله الكريمه راهي ما شاء الله. وهنا عذروني هنايا راه ناقص شويه الاضاءه في المطبخ تاعي، حيتاش ليه راني كنت نكمل فيهم في الليل. هنا في الليل اللي كنت نكمل لكم في التصوير تاع الفيديو هذا. يعني غير سمحوا لي البنات على الاضاءه هنا شويه ناقصه في المطبخ. وهنا عندي فراوله غسلتها قداه نخطرها يا البنات، عقموها ديروا لها شويه خل، وما كانش يديروا لها قوطره جافيل في وسط الماء تاعها، حيتاش الفراوله ترفد الميكروبات بزاف، لازم تغسلوها 3 خطرات ولا 4. هنا بديت نزوق في لاطرت تاعي وانا نزين فيها. حاولت نحي لها انايا القاعده تاعها التحتانيه باه الحبات تاع الفراوله يجيوني كل قد بعضهم، خاطرش منين داك نلقاو حبات الفراوله وحده كبيره وحده صغيره، نتوما حاولوا تنحيو لها القاعده باه كي تزينوا لاطرت تاعكم تجيكم شابه. وهذو يعني افكار نعطيهم لكم انا من عندي كتجربه، يعني تجربه سنين اللي ما كانش لي يمدهم لكم منين ذاك. هنا حاولت نكمل التزيين تاع لاطارت تاعي. هنا هذو هما الدوائر يا البنات اللي قعدوا لي، هاني نحاول نملا الفراغات، والتزيين يولي ليكم نتوما كل وحده واش تبغي تزين. انا عطيت لكم كيف فكره وانتم زينوا واش بغيتوا. ونزيد ننصحكم البنات اللي فريز تاعكم كي تبغيو تزوقوا بهم ولا تزينوا بهم نشفوهم من الماء باه ما يطلقلكمش الماء في لاكريمه تاعكم وتتكسر معاكم. وثاني كنصيحه اللي تارت تاعكم، انا دوك هذيك تارت غير صغيره ناكلوها زعما في ساعتها، ثم لا عاد كاع مشروع مربح دخلوه به الدراهم، ديروا الشوكولا في القاعده باه لاطرت تاعكم ما تكسرش معاكم. هنا لحد الان راني تحصلت على 3 تاع لي تارت جاو بسم الله ما شاء الله. هنا راح نكمل التزيين تاع الشوكولا تاعي. هاو الكاناش البنات اللي تحصلت عليه جاء اكثر من رائع. قلت لكم انا بغيتو ندير لكم فيديو خاص بالكاناش قولوا لي وانا ندير لكم ان شاء الله، لا شاف فيه 2 دقائق ولا 3. هنا جبت لابوش ادوي تاعي ولا لابوش جوطابل اللي عندك، ديري فيها القمع تاعك للتزيين، وحاولوا ديروا السنات تاعو شويه صغير على حساب اللي تارت اللي حين تخدموا بهم. لا طارت اللي عاد كبيره ديروا القمع تاعو فم كبير، عاد لا طارت صغيره ديروا القمع تاعو فم صغير باه التزيين يجيكم شباب. هنا حاولت ندير الورود ولا لي غوزاس صغيرين كما راكم تشوفوا لهنا بالكاناش تاعي. هذه الكاناش البنات ما تسيح ما تذوب، تقعد على حالها، تحطوها فوق البلون دو طرافاي نص نهار ما تذوبش معاكم، تقعد هي. قلت لكم لا بغيتوا هذه الوصفه تاع الكاناش هذه اكتبوا لي في التعليقات نعطيها لكم ان شاء الله. هنا حاولت نزين لاطرت تاعي، وهنايا خليت لكم لهنا المسمط ساعه والبوشه تديرها بيك. المهم وكملت لي كيما حنا الكاناش تاعي، حاولت نزينها قدر المستطاع. هذو هما اللي تاخذوا 3 اللي تحصلت عليهم البنات. ذوق اللوز بذوق المشماش جات اكثر من رائعه، كريم شوكولا، وهنا لاطارت بالطعم الفراوله كريمه الفراوله ولي فريز. بقاو على